الوقفة الثانية مرت بك 17 يوم، هل استفدت شيء؟ قف مع نفسك الآن، هل استفدت من هذه الأيام والليالي التي مرت؟ لأن رمضان لم يشرع إلا للفائدة، من أجل أن يستفيد المؤمن. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل أنت استفدت؟ كم يا أخوان الناس صاموا رمضانيات كثير، بعضهم صام 60-70 رمضان، لكن لا زال قاطع، لا زال يهجر الناس، لا زال يحسد، لا زال يظلم، لا زال يظلم، لا زال يأكل حرام، يعني يعظم بناته، يظلم زوجاته وأبنائه وبناته وما أشبه. إذا ماذا استفاد الإنسان من هذه الرمضانيات؟ فقف مع نفسك في هذه الليلة وأنت في آخر العشر الوسطى، ماذا استفدت مما مضى؟ هل تغيرت أحوالك؟ هل صلحت أمورك؟ هل يا أخي أنت الآن خلاص تفكر بالمساجد مع الجماعة؟ هل أنت يا أخي تركت الحرام وأهل الحرام؟ هل تركت ما في قلبك من بغضاء وشحناء؟ هل أنت يا أخي تحسنت أخلاقك وسلوكك ومعاملاتك ودوامك ومع جيرانك وأرحامك وأخوانك وأهلك في بيتك؟ شوف انتبه مع نفسك، لأن هذا الشهر مدرسة يا أخوان، تربية للنفس، مدرسة نتدرب فيها. وإذا لم نستفيد في هذا الشهر فمتى نستفيد؟ وإذا لم ننطلق من هذا الشهر متى ننطلق؟ وإذا لم نتوب في هذه الأيام متى نتوب؟ وإذا يا أخوان لم نتربى ونتحسن ونسعد في خير عظيم مع الله فمتى يكون هذا؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قال: رغم أنف من دخل عليه رمضان ولم يغفر له، ودعا عليه جبريل وأما محمد عليه الصلاة والسلام. فقف مع نفسك، هل استفدت أم لا؟ فإن استفدت وتغيرت الأمور السابقة